لو انت مهتم بمجال البيزنس وكده او بتفكر في الموضوع دي قدام يعني في حياتك، في كتاب كده مليون في المية لازم تقراه. الكتاب ده بتاع أليكس هورموزي، الراجل ده جامد فشخ. لازم تبص على فيديوهات على اليوتيوب. المهم، الكتاب ده اسمه 100 مليون اوفرز. الكتاب ده بيعلمك ازاي تعمل اوفرات جامده فشخ. العميل اللي قدامك ده هيحس انه غبي لو قال لك لا، ولو قال لك لا هيبقى عارف ان هو غبي وهيجي لك بكره يشتري منك. طبعا انا هدي فكره كده سريعه للكتاب ده، بس انت طبعا لازم تقراه. الفكره ان هو بيقول لك ان انت ما تفكرش وانت بتبيع ان انت بتبيع اللي قدامك احسن قيمه قدام اقل سعر، فاهم يعني؟ شيل الفكره دي من دماغك، لان كل الناس بتفكر بالطريقه دي والسوق كله ماشي بالطريقه ده. لا بقى، انت بتفكر بطريقه تانية عكس الناس دي كلها. انت بتفكر ان انت بتقدم احسن حاجه في السوق من غير ما تبص على السعر اصلا. يعني نفس فكره كده، ايه لما حد يروح يشتري عربيه فراري او عربيه لامبورجيني، هو ما بصش قوي على السعر، بس بص ان هو بيشتري احسن حاجه، فاهم حاجه؟ وعاده الناس اللي بتدور على احسن حاجه مش بيدوروا على ارخص حاجه. وكده في افكار تانية تحفه كتير، زي مثلا ان انت بيقول لك انت لما تيجي تبيع حاجه، انت مش بتبيع الحاجه اللي انت بتبيعها، لا انت بتبيع الدريم اوتكم بتاعها. يعني مثلا الكلام ده معناه ايه؟ انت مثلا لو بتسوق او بتبيع يعني اشتراكات في الجيم عندك، انت بتروح لحد ما تقولوش ان انا الجيم بتاعي احسن جيم موجود في المنطقه وفي احسن ماشينز مثلا، لا تبقى غلطان. انت بتبيع له ان انت لو جيت الجيم عندي هتعمل احسن فورمه، لان اصلا انت بتروح الجيم عشان تعمل فورمه، فاهم حاجه؟ مش بتروح ان انت عشان جيم احسن جيم، لا بالعكس. فانت لما تيجي تسوق لحد حاجه بتسوق هو هيكسب من الحاجه دي ايه، مش بيسوق الحاجه شخصيا.